السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة استريبس الدجاج بطريقة مميزة جدا وبسيطة، مفيش اسهل منها. طبعا الاستريبس كلنا بنحبه والاطفال بيحبوه. في الكريب نعمله كريب او في العيش الفينو، نحطه في اللانش بوكس، في المدارس الحضانة. طبعا مفيش احسن منه. يلا بينا نعمله ونشوف الطريقة. اول حاجة معايا جبت كوباية من اللبن، عليها معلقة كبيرة من الخل. ده عشان ما عنديش زبادي. لو انت عندك زبادي حطي زبادي واستغني عن اللبن والخل. بعد كده حطيت نص معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر والكزبرة والفلفل الاسود والملح والبابريكا، من كل حاجة معلقة صغيرة. بعد كده هحط ربع كوباية من الدقيق وهخلط المكونات كلها مع بعض. طبعا مفيش اي حاجة من الحاجات المكلفة، مفيش اسهل منه. المقدار ده لقطعة من الصدر فرخة، قطعة واحدة مش 2، قطعة واحدة بس يا جماعة. طبعا لو انت هتعملي صدر فرخة كامل فضعف المقدار. لو انت هتعملي قطعة واحدة من الصدر المقدار ده. حطيت ربع كوباية من الدقيق وهقلب المكونات كويس مع بعضها. بعد كده جبت قطع الفراخ. طبعا هي كانت فرخة كبيرة ما شاء الله. انا قطعتها قطع بالطول، وحطيت عليها الخليط اللي انا عملته وقلبتهم كويس، وهركنهم على جنب لما اعمل الدقيق او التغليفة اللي احنا هنغلف بيها الستريبس في الاخر علشان نحمره في الزيت. جبت هنا معايا كوباية من الدقيق. طبعا ده لنص الصدر. لو انت هتعملي الصدر كامل فحطي كوبايتين من الدقيق. انا جبت معايا كوباية من الدقيق وحطيت عليها نفس البهارات اللي انا حطيتها على التتبيلة بتاعة الستريبس، اللي هي نص معلقة، معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر والكزبرة والبابريكا والفلفل الاسود وذرة الملح، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وربع كوباية من النشا. وهقلب المواد الجافة مع بعضها كويس. حطيت في الاخر نص ربع كوباية من النشا وهقلبهم كويس جدا. طبعا النشا علشان القرمشة ويديني قرمشة اكتر. جبت معايا هنا الستريبس. طبعا الستريبس كل ما نسيبه في التتبيلة اكتر كل ما يديني نكهة مميزة جدا. سيبي ساعتين، انا هنا سيبته ساعتين، ممكن تسيبي يوم، هيديكي طعم للتتبيلة جامدة جدا. جبت هنا قطعة الدجاج وبدأت ان انا احطها في الدقيق، بتك عليها كويس بايدي عشان احس ان الدقيق خلاص اتغلف فيها، وعمل كده زي نظام كده اللي هي طبقات كده. ممكن كمان بعد ما تعملي الخطوة ديت تحطيه تاني في الخلطة السائلة وبعدين ترجعي تاني تعمليه في الدقيق، بس انا استكفيت بمرة واحدة بس علشان ما يدينيش الطبقة بتاعته تكون سميكة. وطبعا الاطفال اسنانهم لسه صغيرة وما يوجعش اسنانهم. انا هنا غطيته بطبقة واحدة بس من الدقيق. طبعا انا بوريكم شكله عامل ازاي وشكل الطبقات بتاعته اللي هي تديني في الاخر قرمشة. جبت هنا واحدة معايا تانية وهبدأ ان انا اضغط عليها خالص بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما قلت لك انت ممكن تعملي الخطوة ديت مرتين. انا هنا جربت معاكم 2. انا حطيته طبعا في الفريزر. هجرب معاكم هنا قطعتين واوريكم طريقة التحمير. لما اجي احمره على زيت غزير
ناره متوسطة، الزيت ما يكونش حامي معايا يا جماعة، لان لو الزيت حامي قطعة الاستريبس هتنزل هتاخد لون بسرعة ومش هتبقى مستوية من جوه، فالزيت لازم يكون مش حامي. وهحط قطع الاستريبس وهدي عليها نار متوسطة وهسيبها بقى تستوي وتتحمر معايا. طبعا هتابعها وكل شوية هقلبها، وفي الاخر خالص لما احس ان هي استوت خلاص هعلي النار، علشان لو فيها اي زيادة من الزيت تنطر الزيت اللي فيها. انا هنا بقول لكم ان هي يعني بتخرفش كده ومقرمشه وجميله جدا. شايفين لونه عامل ازاي؟ والله طعمه يا جماعه خطير خطير، لازم تجربوه ان شاء الله. هنا قطعت معاكم واحده، يعني عايزه اقول لكم ان هي كانت سخنه جدا جدا، ما كنتش قادره ان انا اقطعها من كتر السخونيه اللي فيها. عايزه اوريكم اللحم مستوي ازاي، والخلطة بتاعتنا مستوية كمان ومقرمشة جدا يا جماعة، والله يعني كان جميل جدا. هو كان سخن ما كنتش قادرة امسكه. هنا بنتي قالت لي ماما انا عايزة سندوتش، فانا قلت لها حاضر يا حبيبتي من عينيا والله. جبت هنا معايا عيش فينو، والعيش الفينو ده كمان انا عاملاه في البيت. لو عايزة تشوفوا الفيديو هسيبلك اللينك بتاعه. هنا قطعت قطعة الاستريبس، عايزه اقول لكم يعني شايفينه عامل ازاي، شايفين اللحم بتاعت الفراخ مستويه ازاي. قطعتها بقى وحطيتها في العيش الفينو. عايزين ناكله بكاتشب، الاطفال طبعا بتحب الكاتشب، بتحب الاكلات ديت، نعملها في البيت مفيش احسن منها ومضمونه، وانت عارفه انت عاملاها ازاي. انما اللي بتتجاب من بره دي انت ما انتيش عارفه الفراخ مذبوحه ازاي، ولا النظافه، ولا ما انتيش عارفه اصلا هي معموله ازاي. طبعا نعمل الحاجه في البيت مفيش احسن منها. لو اطفالنا بتحب الحاجات ديت مفيش مانع ان احنا نعملها في البيت، وكده كده والله يا جماعه نفس التكلفه بالظبط، هي نفس التكلفه اللي هتشتري بيها الحاجه من بره، هي لما تعملها في البيت بجوده بنظافه. هنا عملت لها الساندوتش وبألف هنا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في